وحشتوني قوي، يا رب تكونوا بخير. بحبكم جدا. ويلا هقول لكم النهارده على ألذ واسهل وصفة صدور دجاج ممكن تعملوها على الاطلاق. طعمها في حتة تانية خالص. هقولك على اسرار المطاعم الكبيرة وازاي بيطلعوها جوسي وحلوة، والصوص بتاعها يهبل كده زي ما بنقول. بجد من الوصفات اللي لازم تجربيها. زهقنا من الوصفات التقليدية وزهقنا من المكرونة والبانيه. تعالي نعمل البيكاتا بصوص المشروم على طريقتي، ومن غير كريمة ومن غير فرن. وكمان هنعملها كلها في طاسة واحدة واحنا واقفين على النار. وقبل اي حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وكومنت حلو كده زيكم واشتراك للقناة. وكفاية اكل، ويلا بينا نشوف طريقة التحضير بتاعتنا عاملة ازاي من غير اي حاجة صعبة جدا، وكل المكونات موجودة عندك في البيت. يلا بينا. هنا هنحتاج نص كيلو من البانيه، او لو عندك صدور هنقطعها رفيع زي البانيه بالظبط. او بتروحي بقى عند الراجل بتاع الفراخ بتقولوا عايزه نص كيلو بانيه او كيلو بانيه، على حسب الاشخاص اللي هتاكل، حسب انت عايزه تعملي كميه عامله ازاي. هنبدا نبهر الفراخ بتاعتنا بملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر. كمان حطيت لها حوالي نص كيس من المرقه الفوريه. بس لما نيجي نحط مرقه فوريه ما نزودش الملح، يعني نقلل في كميه الملح. هحط لها كمان معلقه من الكاري. ولو مش موجود اي توابل من اللي انا قلت عليها دي، ممكن نحط ملح وفلفل بس، مجرد ان احنا نبهر الفراخ ونديها نكهة حلوة. يعني ما نصعبش الدنيا على نفسنا، واللي موجود هنشتغل بيه وهتطلع برضو حلوة. اهم حاجة نفسك يا ست الكل، يعني اهم حاجة نفسك بجد معانا، هو اللي هيطلع الوصفة في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم حاجة، ان كمان الاكل لما بيتعمل بحب بجد بيطلع حلو جدا. حتى لو انتي يعني مش حاطة فيه حاجات كتير، بجد والله ده عن تجربة شخصية. ولو حاطة فيه حاجات كتير وانتي زهقانة من الناس اللي انتي بتعمله من الاكل هيطلع وحش. يعني دي معلومة معلومة على السريع. تعالوا بقى نجيب شوية دقيق وهنعفر البانيه بتاعنا. هنحط كده الفراخ بتاعتنا، مجرد ان انا اديها تعفيرة وافضي الدقيق الزيادة اهو. وهقول لكم ليه عملنا الحركة دي، بس تابعي معايا الفيديو الاخر عشان اقولك احنا ليه عفرنا الدقيق ده وفايدته ايه. هنحط بقى تعفيرة الدقيق وهننفض الدقيق الزيادة اهو زي ما انتوا شايفين. بنمسك شريحة شريحة كده وبنبدأ نعفرها وننفض الدقيق الزيادة. هنخلص كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة اهو. هنشيل بقى الحاجات الزيادة دي، خلاص مش محتاجينها. وهنبدأ نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنجيب طاسة على النار، هحط لها معلقة من زيت الذرة او زيت الزيتون اللي متوفر عندك هنشتغل بيه. مفيش اي حاجة هتعقدنا خالص، ومفيش حاجة هتبوظ الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنعملها لان هي فعلا في منتهى الجمال، ولازم تعمليها، لازم تجربيها، لان انا بجد بقولك انها حلوة جدا وخفيفة، ما فيهاش دهون كتير، ما فيش تحمير، ما فيش الكلام ده كله. لان الزيت اللي احنا مستخدمينه قليل، زيت قليل خالص، يعني حوالي معلقة من الزيت، زيت زيتون او زيت عادي. هنا بقى يعني تركاية مهمة قوي. احنا ما بنسويش الفراخ على مرة واحدة، يعني ما بنخليهاش تاخد سوا في جنب وننقلها على الجنب التاني تاخد السوا التاني. لا، احنا بنقعد نقلب فيها كل شوية، يعني اول ما خدت لون اتشمعت كده من تحت، يعني مسكت نفسها، ببدأ اقلبها على الجنب التاني. وكل شوية بنقلب فيها، علشان لو استوت مرة واحدة هتنشف معايا ومش هتبقى جوسي من جوه. انا عايزاها جوسي من جوه وما تنزلش المية بتاعتها اهو. اول ما خدت لون بدأت ان انا اقلبها على الوش التاني. بنفضل بقى نعمل الحركة دي كذا مرة لحد ما احس انها استوت معايا وماسكة نفسها. كمان ما نزلتش ميه اهي، يعني ما نزلتش الميه بتاعتها خالص، وده اللي انا عايزاه. ده علشان احنا حطيناها اديناها صدمه على طول والطاسه بتاعتي سخنه. شايفين؟ خلاص هي كده جهزت معايا. هنبدا نطلعها. قلبناها كذا مره لحد ما خدت لون كده، حافظت على الطراوه بتاعتها من جوه، بقت جوسي من جوه وفي نفس الوقت من بره الكفر بتاعها حلو ماسك نفسه. هنبدا بقى نطلع الفراخ بتاعتنا. خلاص احنا كده اديناها صدمه من اليمتين، هنطلعها كلها. وفي نفس الطاسة مش هنغيرها ولا هنغسلها، يعني محتاجناش مواعين كتير خالص، كله واحنا واقفين. هنحط بقى شوية زيت كمان، لان معلقة الزيت اللي احنا حطيناها الفراخ شربتها. فاحنا هنحط معلقة زيت كمان، لو عندك زيت زيتون يستحسن طبعا، هيبقى احسن وافضل. هنزل بقى بالمشروم بتاعي. ده مشروم فريش، لو ما عندناش مشروم فريش ممكن نستخدم مشروم معلبات، بس هنشطفه الاول من المواد الحافظة اللي فيه. مفيش مشروم خالص بلاها البشر.
هنحط بصل عادي خالص وهنكمل الوصفة زي ما احنا. تمام. هنا بقى المشروم هيبدأ ان هو ينزل المية بتاعته وهيستوي فيه. بعد ما استوى المشروم هنبدأ ننزل بالبصل عليه. البصل انا دي بصلة متوسطة مقطعاها جوليان، ممكن نقطعها صغير لو احنا ما بنحبش طعم البصل، يعني لو ما بنحبش البصل معانا في الاكل كده يكون باين هنقطعها صغير، بس انا بحبه يكون ظاهر بصراحة. هنقلب بقى البصل مع المشروم لحد ما يدبل معانا. هنا هحط له معلقة صغيرة من الملح عشان ينزل المية بتاعته ويبدأ ان هو يدبل براحته اهو. بس مش هنزود ملح كتير، لان احنا طبعا حاطين مرقة في الفراخ وكل ده هيدخل في بعضه. احنا بنزود ملح تدريجيا عشان الحاجة ما تطلعش مننا حادة قوي، ودي تركة مهمة قوي، لان في ناس بتروح مزودة ملح مرة واحدة والاكلة بتبوظ منها. لكن لما نزود ملح تدريجيا طبعا ده بيخليكي لو الحاجة عادبة بتزودي عادي براحتك، لكن لو حدقت منك بقى بتبقى دي مشكلة. فاحنا هنا هنقلب بقى لحد ما البصل اهو يكرمل معانا ويظبط. انا هنا بحب قوي المشروم لما بتشوح كده، عايزه اقول لكم ان انا اكلت نصه اصلا قبل ما نحط بقيه الحاجات. هننزل بقى بمعلقه من الدقيق، معلقه صغيره مش هنزود دقيق، هقول لكم ليه دلوقتي. وهنقلب لحد ما الدقيق بتاعي ده يختفي، لحد ما المعلقه دي تختفي وتدخل في البصل والمشروم كده اكنها مش موجوده، عشان ما تعملش تكتلات معانا. اهو هنفضل نقلب فيها لحد ما تختفي. هننزل هنا بقى بكوبايتين من الحليب، حليب عادي خالص، لبن عادي خالص. عندك لبن بقري ماشي، عندك لبن جاموسي ماشي، عندك لبن معلبات ماشي، مش هيقول لا وهيطلع حلو برضو. قلتلك اهم حاجة نفسك معانا. هنقلب بقى كده اهوت، يعني هنديهم غلوة على النار، مجرد ان هو يغلي بس. انا مش عايزاه يربط، لان هيربط دلوقتي لما نحط الفراخ. بصي هو كده غلي وبدأ يتقل. لما نحط الفراخ بقى هيبدأ ان هو يظبط بقى، يعني القوام بتاعه هيظبط. ليه؟ لان الفراخ احنا قلنا ان احنا عفرناها بالدقيق في الاول، فلما نيجي هنحط دلوقتي هتنزل الدقيق ده مع الصوص فهيبدأ يظبط القوام جدا مع معلقة الدقيق اللي احنا حطيناها. فاحنا كده عدلنا الكريمة اللي هما بيحطوها، ونفس الطعم على فكرة، مش هتحسي بأي اختلاف في الطعم نهائي، بالعكس ده احلى كمان. حطينا بقى الفراخ في الصوص كده، بنشربها الصوص، هنقلبها على الجنب التاني عشان تشرب الصوص بتاعنا. لو انتوا عايزين الصوص اعلى بنزود لبن، يعني لو انتوا عايزين طبقة الصوص كبيرة بنزود لبن عادي خالص اهو. بس انا بحبه مظبوط، يعني بحبوش يكون صايص قوي كتير قوي يعني، وما بحبوش قليل، فبحبه مظبوط اهو. هنقلب بقى الفراخ كده يمين وشمال علشان تظبط او تشرب الصوص بتاعنا. هنديها غلوة بس معاهم وخلاص هتكون جاهزة معايا ومش هنحتاج اي حاجة. هنا هنديها رشة من الملح برضو، لان احنا زودنا لبن، اديناها رشة من الملح ورشة من الفلفل. شفتوا احنا بنحط الملح تدريجيا عشان ما تبص مننا. هنقلبها كده عشان اتأكد ان الملح دخل فيها كلها والفلفل كمان، وخلاص يعني غلوة بس وبنشيلها من على النار وبتكون استوت معانا. شوفوا بقى القوام بتاع الصوص تقل ازاي، تقل خالص وزي الفل، يعني مش تقيل قوي ومش خفيف، هو كده مظبوط. هنحطها بقى في طبق التقديم، هنحطها رشة من البقدونس، هنحط بقى روزماري. هنا ممكن ناكلها بالشوكة كده، ممكن ناكلها مع مكرونة، ممكن ناكلها مع رز بسمتي، ممكن ناكلها مع رز ابيض. انا عملتها جنبها رز ابيض بشعرية، كان ممتاز بجد، طعمه في حتة تانية خالص معاه، حلو قوي اهو. حطينا الرز بالشعرية وهنبدأ نطلعها. تعالوا نطلعها بقى مع بعض كده. بصوا بقى انا عايزاكم تشوفوا، يعني شوفوا الفراخ ماسكة نفسها ازاي وفي نفس الوقت مستوية جدا. ده بسبب التعفيرة دي اللي احنا حطيناها لها، مستوية قوي وكمان ماسكة نفسها، يعني القطعة بقطعة مش بتتهري مننا. والصوص ممتاز ممتاز ممتاز، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وروني بقى، وروني الكومنتات الحلوة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت وشير للقناة. اشوفكم في الفيديو الجاي.